اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال. وحشتيني كتير كتير من الفيديو اللي فات. بص، اولا انا اسفه يا جماعه على الكاميرا، يعني على التصوير حاسه ان مغبش كده، يعني مش عارفه ليه. التصوير يعني مش قد كده، فطبعا اسفه على الاضاءه بتاعه التصوير. حلوه، هي مش عاجباني اصلا. انا اكتشفتها كده وانا بمنتج الفيديو، اكتشفت ان الاضاءه طالعه مش حلوه وانا بمنتج الفيديو. بص، انا هنا كنت بجرس كده عيش بلدي. انت عارفين العيش البلدي بعمل معاكم على طول، وعجنت معاكم كتير قبل كده، بس انا جايباه لكم بس من بدايه التجريز. يعني انا حطيت رده كده زي ما انتم شايفين، والعجين كان اختمر ومال الحله خالص زي ما انتم شايفين كده. وبدات ان انا اجرس. انا طبعا ما عملتش ارغفه كتير، دي ارغفه طبعا بلدي. انا ما عملتش ارغفه كتير علشان انا ايه، انت عارفين انا بحبش اعمل كتير، وانا اصلا مش هطيبها الفرن البلد الطين، انا هطيبها في فرن البوتاجاز. فعشان كده انا ما كترتش الارغفه. فبص بقى، اهم حاجه تنساش محمد بالعجاب واللي قناتنا لاول مره يشتركنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل، علشان ايه جديد احنا ننزل ويوصل على طول. احنا قناتنا قناه ريفيه، محتوانا ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه. بنتكلم عن حتى الريف والتراث القديم وجدتنا ازاي كانوا عايشين، وشغل مع الكلام فرن الطين والحياه البسيطه الطبيعيه، حياه اهل زمان اللي كلها رضا. فبص يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، انا جرست الرغفه، مش عارفه هم كانوا 7 ارغفه ولا إيه، على الرده. وبنفس العجينة العيش بالظبط انا بعمل جرس فلاحي طريه حلوه جدا جدا. اتعلمناها من جداتنا، موفره، ما فيهاش اي تكليفات ولا لبن ولا اي حاجه خالص. بصوا، من نفس عجينه القرغفه بالظبط اهي. طبعا انا قطعته والباقي في الحله. انا طبعا حطيت سمنه على الصينيه كده، وحاطه سمنه في الصحن برضو. وبحط القطعه في الصحن، اغطسها في السمن وانزل بها على الصينيه. ما تخافيش ان هي تلتصق في بعضيها وتقولي يا محمد دي بتلتصق في بعضيه، لا، هو بالسمنه بيعمل لي عازل. ولما بتطيبيها كل واحده بتروح في مكان بيعزل من بعضيه، وبتبقى هشه وخفيفه وما تشبعيش فيها اكل، يعني من كتر حلاوتها كده انت ما تشبعيش من اكلها. جرس طريه حلوه جدا جدا، تعمل منها كميه وموفره. يعني بصي، انت ما حطيتيش سمنه في قلبها ولا حطيتي اي حاجه خالص، وبتقطمي فيها كده كانها مليانه سمن، من السمن اللي هو على الوش ده، ومن السمن اللي هو انت بتغطسي فيه. ما شاء الله بتكون حلوه ولها طعم جميل، وما تشبعش من اكلها. احنا ساعات ناكلها ناكلها كده جنب الشاي، ساعات ان احنا نحط جنبها جبنه وناكلها بالجبنه. والله بتبقى حلوه يا جماعه جدا. والاطفال عايزين يصبروا، بدل ما يقولوا عايزين سندوتش تديهم انتوا قرصه من دي، على بال ما تطبخ، على بال ما تخلص اللي وراكي بياكلوا منها، بتكون حلوه برضو. يعني من الاخر كده هتشوفها بس معايا في اخر الفيديو، هتشوفي هي ازاي نافشه اسفنجيه خفيفه، وطعمها بقى بيكون ماليش حل. ولو جربتيها هتعرف ازاي انا بقولك كده. بصي هنا انا بدات بقى ان انا اريح العيش او اخبز العيش واطيبها في الفرن. زي ما انتوا عارفين انا ما قدرتش اروح عند الفرن الطين واولع اطيب، لان الجو والله يا جماعه الحراره عندنا هنا في الصعيد مرتفعه جدا جدا جدا. يعني درجه الحراره انا حاسه ان لما باجي اطلع حاجه من الدولاب، جلابيه ولا لبس من الدولاب، بحس ان هو خلاص كان قاعد لي حبه ويجيد نار. يعني شوفي بلمس الملابس كده من الدولاب، والله نار. اي حاجه انا حطاها كده، يعني اجي امسكها كده نار كده. انا حاسه مش عارفه انا النار اللي في كل حاجه حوالينا. ربنا يرحمنا يا رب، ويجيرنا من عذاب النار، اللهم امين يا رب العالمين. والله يا جماعه الجو سخن جدا جدا، فانا ما قدرتش اروح اجيب الفرن البلدي الطين اللي انت عارفينه واعمل فيه العيش دي اللي انت عارفين. دايما انا بحب اعمل العيش في فرن الطين وبحب اوفر. وبس كمان لما اكون عامله كميه كبيره، ما اعملش كميات كبيره. وبرضه ساعات لما اكون عامله كميه قليله برضه بروح اعملها في فرن الطين الصغير، بس الجو حر مش مساعد، الجو مش مساعد. فانا قلت كده كده هي الكميه قليله، اعملها هنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين العيش منتفخ وجابب وزي العسل، مفيش غلطه طبعا. بس يا رب تكون الوضع عجباك والتصوير عاجبكم، لان التصوير مش عاجبني انا اصلا. التليفون مش عارفه كان مغبش كده ليه، وحالته بالبلا. بصوا كده انا بريحها كده العجينه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. وطالما انت عايزه العجينه حلوه اعطيها حقها في العجين، وما تخليش فيها كلاكيع، وخليها حلوه، ولا هي اللي طريه ولا هي اللي يابسه. العجينه بتكون حلوه هي كل في الحكايه. انا حاطه خميره وحبه ملح قليلين والدقيق. الميه من الحنفيه عاديه. في الصيف في الشتاء انا بسخن الميه يا جماعه، اما في الصيف لا. في الصيف انا باخد الميه من الحنفيه واعجن بيها، لان الدنيا مش مستحمله الميه طالعه من الحنفيه قد نار اصلا. فالدنيا مش مستحمله، والعجين بيخمر بسرعه. والله العجين دي يمكن ما كمل ساعه يا جماعه، ولقيتها هيشر من الحله. لقيتها كان هيشر، ما كملش. حطيت خميره فوريه وانت عايز تحط خميره بيره حطي، يعني الخميره اللي انت عايزاها حطيها. الخميره البيره بندوبها في الميه، اما الخميره الفوريه بقلبها في الدقيق. قبل ما اعجن كده، وحبه الملح في الميه وابدا العجين وخلاص. عجنت العجينه قطع حاجها كده والعيش بيطلع منتفخ اهو، لان طبعا لو انت بتعجن العجينه لا بتخلي فيها كلاكيع ولا دقيق ولا حاجه. ممكن الدقيق
بيلف على بعضيه كده وسط العجين متاخديش بالك منها، فهو ده اللي بيمنع الرغيف لا ينتفخ وكده. فطبعا انت لازم تاخدي العجينه ضحكه على ايديكي كده، وضحكه حلوه. انا عجنت معاكم كتير قبل كده وشفت العجين، ولو حد عايز اعجن للعجين تاني يقول لي، انا كده كده ما ببطلش خبيث، انا كده كده بعجن كتير وبخبز كتير. فطبعا لو حد عايز يقول لي برضو انا عجين تاني واوريكم. لازم تاخدي العجينه على كفه ايدك ضحك كده على كفه ايديكي خالص، ما تحسي ان هي ما فيهاش اي كلاكيع ولا اي حاجه خالص في العجينه، عشان كده الرغيف يطلع معاكي حلو. والعجينه لما تكون واخده حجها وحلوه بتتخبز بسرعه على وانت بقى لما بتخلي الرغيف ياخد حق يرتاح، يعني انت لما العجين يخمر وتجرس العيش وتخليه يرتاح، ما تجرسش وتيجي تخبزيه على طول، طب مش هيتخبز معاكي، هيكون لسه العجين ايه شديد كده، مش هيتخبز معاكي. لازم العجين يسيب شويه علشان يتخبز معاكي بكل سهوله، او بترحيه بكل سهوله يعني. فهو الرحي سهل جدا، واي حاجه انت تحطها في دماغك هتكون سهله مش صعبه. اهم حاجه ان انت تحاولي تعملي حاجتك بايديك، لان هي موفره بصراحه يعني. الحاجه احنا بنجيب الدقيق ونجيب الخميره ونعجن ونعمل حاجتنا بايدينا بتكون موفره، بدل ما نشتريها جاهزة. اكيد الجاهز بيضاف عليه كل حاجة، بيضاف عليه حق المصنعية، بيضاف عليه حق الغاز والانبوبة والحاجات دي كلها، بيضاف عليه كل حاجة، فبيجيكي غالي. انما انت لما بتعمليه بايديكي، انت اللي صنعتيه بايديكي، فانت وفرتي حق المصنعية بتاع العيش وكده، فعملت حاجتك ووفرتي، وعملت حاجتك بايديكي ووفرتي يعني، ودبرت حالك. وطبعا انت هتفرح اكتر لما الحاجة انت اللي عاملاها وطالعة حلوة. فانت تعملي حاجتك بايديكي بقى، وتظبط حاجه كده، وتبقي واثقه من نظافتها وعارفاها ان هي حلوه، وواثقه هي اتعملت ازاي، وكل حاجه انت واثقه فيها، فبتبقى حلوه ما شاء الله. وبتبقي انت مبسوطه ان انت وفرتي حاجه في البيت. لو اقل حاجه يا جماعه، زمان كانوا يقولوا لنا النوايا تسند الزير، يعني اقل حاجه في البيت بتسند مع البيت، اقل حاجه انت وفرتيها بتسند وبتوفر في البيت برضه. ما تقوليش لا ده حاجه قليله مش مستاهله، يعني يعني القليل ده اللي انا وفرته، لا والله القليل يوم على يوم كل يوم بتوفر حاجة، فبتوسع معاك الحالة وتظبط معاك الدنيا. اما الناس اللي حالتهم حلوة وكده وعادي وبراحتهم، كل واحد براحته، انا بكلمك لو انت يعني الظروف بتاعتك برضو كده، فانت تحاولي تدبري نفسك وتعملي حاجتك بايديك، وبتطلع معاكي احلى حاجة، وبتطلع معاكي حلوة جدا جدا. وان شاء الله باذن الله تعمل تتبع الخطوات بتاعتنا، تعمل حاجات حلوة. طبعا انا جبت الجرس اللي انا كنت عاملاها معاكم اهي، بعد ما خلصت العيش دخلتها في الفرن كده، طلعت برضه هتشوفوها معايا دلوقتي اسفنجيه خفيفه هشه حلوه جدا جدا. احنا بناكلها باي حاجه، ساعات بنعمل كميه كبيره من دي ونحط جنبها جبنه وناكل، ونخلي منها نشرب الشاي في الصبح، وجنب الشاي كده بتكون حلوه. العيال يقولوا عايزين سندوتش، خد قرصه لحد ما اخلص طبيخ، ياكلها ويبقى مبسوط بيها، وطعم حلو وموفره، لا حط السمن في قلبها ولا لبن في قلبها ولا اي حاجه خالص. انا عملتها كده من نفس عجينه العيش الرغفه، هي بالظبط. انا حاططها بس في السمنه وبتغطس القطعه واحطها زي ما انت شفت كده، طلعت اهي احلى قرص هتشوفيها دلوقتي وانا بوريها لكم، خفيفه وهشه ازاي، ومن جوه عامله زي القطمه كده وحلوه اهي، بسم الله ما شاء الله. شايفين انا طبعا هي بتتخلص من بعضها، لان يا جماعه السمن بيعمل لي عاجه، شايفين كنت حطاها لازقه بعضها خالص، انا كده كنت بقطعها عشان حاميه جدا جدا جدا. فانا عايزه اوريكم هي ازاي خفيفه وازاي اسفنجيه وازاي هشه اهي، شايفين دي الجرس اللي اتعلمناها من جداتنا، كانوا دايما يعملوها زمان. روعه يا جماعه، يقول عليها جرس، يقول عليها فطير، يقول عليها سميد، اي حاجه هما بيسموها الطريقه اللي هما عايزينها، ايا كان هي في الاخر زي ما انتم شايفينها كده حلوه وموفره وطعمها حلو وجميله جدا. انا كنت بوريكم شايفين لكم ازاي هي خفيفه، ازاي هي هشه، مهما تاكلي منها ما تشبعيش من حلاوتها وطعمها الحلو، ريحه السمنه فيها حلوه ما شاء الله، روعه جدا كده. زي ما انتم شايفين كده اهي، انا كنت باخد منها واكل اهي، ما شاء الله خفيفه جدا يا جماعه، والله ما تشبع منها ومن حلاوتها، وموفره وحلوه. زي ما انت شايفه كده خفيفه وهشه جدا جدا جدا، جربيها وانت تعرفي. انا طبعا عايزه اوصلك ايه اهي يا جماعه، دي كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون امتعناكم. اهم حاجه ان انتوا تشتركونا وتشيرنا الفيديوهات على اصحابكم على الجروب، وتشاهدونا الاعلانات عشان تشجعونا كده ان احنا نستمر معاكم. واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.